بجد مش بهزر. على من تلقي بمسؤوليه ما حدث؟ انت الفنان محمد فؤاد، انا بس باخد شهادتك لانك المفروض فنان تتمتع بشعبيه سواء في مصر او في الجزائر او في انحاء الوطن العربي، فلا بد ان تكون شهادتك لها. الجزائر ولا تعنيني باي شيء من هذه اللحظه. الجزائر لو هتسمعني هعتزل الغنى، انا بكلمك بجد، لا يعنيني الجزائر باي شيء. اللي حصل ده ما يحصلش في مصر ابدا ولا في مصريين ابدا ابدا ابدا. لو يهود بيضربونا ما كانوش ضربوا بالافتراء ده. انا بكلمك بامانه، انا لو بضرب يهودي هيبقى عندي رحمه كده عن كده. هيثم، انا شايف ان في نظره عينيك اللي هي اصلا حزينه ازدادت حزن. ايه اللي انت عايز تعبر بيه عن الموقف اللي حصل؟ ما فيش يعني، انا مش فاهم ليه كل ده. والامن كان فين؟ الامن سابنا وجري. كل الامن اللي كان معانا سابونا وجري. 4 عربيات بوليس معاهم رشاشات و3 في كل اتوبيس معاهم طبنجات. ينزلوا عشان قلت لهم انزلوا اتصرفوا. مش هيفضل الوضع بالشكل ده ان احنا نايمين. انا هنكلمهم واحنا حاطين نايمين فوق الاطفال وفوق ومخبين الحريم كله هتسدد حته عشان ما يخشش طوب، وطوب قد كده بتلاقيها بتنزل قدامك. يعني لو جت في دماغ حد يقول لك وما رميت ولكن الله رمى. مفيش حد، مفيش طوبه ربنا اراد انها تيجي في وش واحد. انا شايف طوبه معديه قدام، خدت رجل واحد من معانا ومتصاب اهو، ومعديه من قدام وشي، جايه من اخر الاتوبيس بتلبس في عند السواق. يعني ماشيه طول الاتوبيس ده كله بسرعه صاروخ مضروبه من مدفع. مش عارف دي لو جت في وش واحد دي هتعمل فيه ايه؟ هيجي في نعش، ما فيهاش اقل من كده. ده من ملايين. بص انا بقول لك، انا مش الوفات الطوب. انت في الجبهه دي كلمه قليله والله العظيم بجد. الوفات بيضربوا فيك في نفس الوقت. مستنيين ننزل نجري زي الفراخ ونسيب الاطفال. ربك هو اللي سترها. اذا بنشكر الفنان محمد فؤاد. الف حمد لله على سلامتك، الف حمد لله على سلامتك يا هيثم. ولا تعليق، شهاده 2 من فنانينا الكبار كانوا موجودين بيشجعوا بيؤازروا المنتخب المصري. مره اخرى حاجه اخيره، احنا استخبينا في مكان معناش، ما نعرفش. لو فكرنا في عصايه ما نعرفش نجيبها منين، ما نعرفش في يعني مكان ما فيش عصايه. لو هاجموا عليك، ما انت في سيناريوهات عماله تحصل. لو تعرف المكان اللي فيه الناس دي ممكن تلاقي ألوفات العربيات بالناس بالمتواطئين معاهم جايبينهم على الفيلا اللي احنا فيها دي، وخد خطله زي ما انت عايز. يعني ما فيش حد هينجو من هذه الكارثه. تمام. انا بس عايز اوصل معلومه. انا شكرت طارق نور واشكره مدى يعني طول العمر بجد. مكانه ما ينفعش بتعريفه دلوقتي، ما ينفعش. المكان اتدهول خالص يعني. انا بس عشان في دور حصل على اعلى مستوى من سياده الرئيس شخصيا، وكلمنا واحنا في الفيلا وقال لنا ربع ساعه هتبقوا في طيارتكم، وده اللي حصل فعلا. وقعدنا وسمعت الناس كلها، وكل الناس عرفت ده وسمعت ده، ان ساعه بالظبط ما في مصري معاه باسبور معهوش باسبور مع ايا كان وضعه هيبقى في طيارته في خلال ساعه. الله يخليك. وده هو ده الوطن، مش هو ده الوطن. هو ده حسني مبارك اللي انا اعرفه، هو ده المصري، هو ده. احنا رايحين عشان نتفرج على ماتش كوره، مش رايحين نحارب ناس. الدموع الام بي سي صورت معايا وانا في الملعب. قلت له حضرتك بص هات الكاميرا على الناس. في حد بيشتم الجزائريين اللي فرحانين دلوقتي؟ في حد يوجه ليهم اي كلمه؟ الناس واقفه عامله كده زعلانه انها خسرت، انما مفيش حد بيتكلم ولا حد بيشتم. دول مصريين. قلت له هم دول الناس اللي متربيه على بتفهم كوره بجد، متربيين كوره عندهم من 100 سنه، فاهمين الكوره صح. معلش تمام، دول فاهمين كوره صح، لا بيعرفوا شتيمه ولا يعرفوا مجازر ولا يعرفوا خناجر ولا يعرفوا اسلحه. قلت له حضرتك
الكوره غير كده وبضحك، وده موجود في الام بي سي، هتتفرجوا عليه ده بعد الماتش بدقيقتين. عظيم. فبيقول لي هتشجع مين في كاس العالم؟ قلت له اكيد طبعا هشجع الجزائر، يعني مصر كلها تشجع الجزائر. دي من الخيبه الثقيله اللي احنا اتربينا عليها. هي دي مصر. اتربينا عليها. مش هقول الكلام ده تاني، ومش هقول الكلام ده تاني، ولا هجامل الجزائر في حاجه تانيه بجد. اشكر الفنان محمد فؤاد. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك الفنان هيثم شاكر. لا تعليق. محمد فؤاد بكى من هول ما تعرض له في الجزائر. لا تعليق. مرة أخرى أعود إلى الاستوديو.